عمل ادبي عظيم، قرية ظالمة، محمد كامل حسين. فبيعمل حوار بقى، فالراجل فايت على دي اول كتاب من كتبي، القصه دي اللي انا بحكيها لك دي. وانا كنت لما كنت في لجنه تطوير المناهج كنت مصمم ان هي اللي تدرس الثانويه العامه عشان تفهم الناس كيف يلتبس الحق بالباطل. قرية ظالمة اللي هي القصة الوحيدة اللي في العالم العربي اللي رشحت بأول خروجها لأن صاحبها ياخد عليها نوبل، لكن كنا في عهد النار ما كانش يبتع. فقرية ظالمة، فمن ضمن الحوارات اللي فيها الراجل فايت كده على واحد حداد، قال له ايه اللي انت بتعمله؟ انت مالك شغال النهارده بهمة؟ قال له بعمل مسامير عشان واحد هيتصلب. ما انت عشان تصلب الواحد فيه مسامير ايامها بقى، طبعا ما فيش غير كده مسامير. وسيله القتل كانت لا وسيله الاعدام. الاعدام، لا 4 مسامير كبار كده وبتاع وكلام من ده. قال له مالك شغال بهمه؟ هم طلبوه منه بني اسرائيل الظلمه دول طلبوه. فلما قال له انت مش عارف مين اللي هيتصلب بيها دي؟ ده سيدنا المسيح عليه السلام. فقال له الراجل اللي هو بيجهز المسامير، قال له ده شغل، اذا انا ما عملتوش غير هيعمله، اذا انا الحداد انا ما عملتوش غير هيعمله، انا على الاقل هاخد فلوس انا محتاجها. فاذا انت اختزلت كل قضيه في قضيتك الفرعيه دي، خد بقى عندك الاقصى من كده في قصه قرار الصلب بتاع سيدنا المسيح. لانه القرار احنا الاختلاف الوحيد بيننا وبين اخواننا المسيحيين في النهايه هو الصلب تم ولا ما تمش. احنا قراننا وعقيدتنا انه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. اما هم لكن احنا متفقين معاهم لغايه ان قرار بالصلب قد اتخذ. ففيه 100% في قرار بالصلب اتخذ. كون بقى شبه لا دي المسلمين التانيين معتقدين انه هو صلب ايا كان. لكن انت لو انهيت القصه، ودي العظمه بتاعت محمد كامل حسين انه عمل القصه دي، واللي انا كنت بقول للناس اللي عشان احنا نقررها لثالثه ثانوي ليه نقررها؟ لانها هو انتهى بالقصه عند قرار الصلب، ما دخلش بقى في هو اتصلب ولا ما اتصلبش. بالنسبه له اصبحت تفاصيل يعني. لا يعني اللي هي الجزئيه الاخيره، ما انت القصه تقفلها عند الحلقه 29 وتقول ان رمضان السنه دي 29. فاهم انت؟ يعني انا بقرب لك الصوره. او انه الممثلين ماتوا يعني فانت قفلتها عند 29. قرارا قصور بالبطول. النظام الروماني اللي كان يحكم البلد اللي فيها سيدنا المسيح اللي هي اورشليم في ذلك الوقت كان عامل كده حاجه زي، عارف انت الوقت لما يقول لك جرين كارت 50,000 في السنه بالصدفه في امريكا. فيقول لك انه عشان تخفف من احكام الاعدام، ان لو عندك احكام اعدام لو 2 هيعدموا في نفس اليوم، تقوم تجيب المحلفين وتقول لهم عايزين نصدر عن واحد عفو بالصدفه كده ان في 2 عندهم اعدام. فانت تجيب المحلفين بتوعك اللي هم من اهل البلد يختاروا واحد يتم العفو عنه، يبقى ده اسمه حظه كده، اصل قرعته كده انه ما انت عايز تقلل احكام الاعدام، يعني تصدر حكم الاعدام بس ما تنفذوش، يبقى انت انفذت القانون وفهمت ان القانون وده كان هيتعدم وخلاص، بس ده الصدفه كده انقذته. فشوف في اليوم ده كان في اليوم اللي هيعدم فيه او هيصلب فيه سيدنا المسيح، كان في واحد تاني قتل مجرم ارتكب كل الجرائم اللي في الدنيا، اغتصب وزنى وفجر يعني وبلطج وقتل بدل الواحد كذا واحد، وفين جابوه وعرفوا يقبضوا عليه وكلام من ده. كل التهم دي ثابته عليه، الزنا والاغتصاب والبلطجه والقتل المتكرر والعمد وعمل كذا في اولاده وعمل كذا في مراته. فده اخذ قرار يعدم، والمسيح اخذ قرار يعدم. جابوا بني اسرائيل الضلاليه اللي هم الناس الضلاليين اللي زي اوباما وزي الناس اللي موجودين الوقت دول اللي عاملين فيها قيم يقفوا يخطبوا كلام الطريقه كده وبتاع ويقرا من مونيتور وانه امريكا ورا كذا وكلام من ده. المنافقين دول، تخيل يا استاذنا ان هؤلاء المنافقين كلهم بلا استثناء صوتوا ان اللي ياخد العفو مش سيدنا المسيح، وانما الراجل البلطجي المجرم القاتل الزاني المغتصب الافاق قاطع الطريق. ادوا له العفو عشان سيدنا المسيح ما ياخدش العفو، عشان سيدنا المسيح يصلب. فهذا هو النظام العالمي الجديد، النظام العالمي المنافق، النظام العالمي المفتري، النظام العالمي الذي لا يريد حياة لأي مسلم على وجه الأرض. وعندنا في مصر ناس مغفلين يقولوا مش حرب على الإسلام يا دكتور جوادي ما تزودهاش. طيب أنا أعمل إيه بس؟ أنا أعمل إيه؟